مضايا جوعانة، مضايا عطشانة، مضايا عريانة وبردانة، مضايا حاصروها كلاب الممانعة الأسدية، مضايا حاصروها كلاب الضاحية الجنوبية لأنه قالوا بدنا حرية، حصروا البلد وسوروها بالألغام ومنعوا عنها إدخال الطعام، مضايا عم تاكل ورق الشجر لأنه ماتت فينا نخوة البشر. فكرناكم يا أهل الضاحية أخوة وجيران، طلعتوا أخبث من إيران، وزعيمكم حسن زميرة بيطلع بيعوي ومتخبي مثل الفيران. لما إسرائيل حصرت غزة ما ماتوا أهلها من الجوع، لكن حزب الشيطان بلبنان عم يفرض علينا الممانعة والمقاومة على أطفال ضعفاء. أنصار حزب الشيطان عم يتباهوا ويشوفوا حالهم كيف صار عندهم للمقاومة عنوان تجويع البشر والحيوان. بس ما بيدوم إلا الله يا كلاب لبنان، رح يجي يوم نحاربكم بحجار من صوان. هذا حالك يا عروبة، والنخوة صارت أكذوبة، في ناس بتحرق شموع وناس بيحرقها الجوع، ناس بتعمل رومانسية والشام وأهلها منسية. حكيت وقلبي موجوع وريتك يا صوت المنظمات الدولية مسموع.